بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنحول مع بعض الفوم اللازق لحاجات واشكال كويسه قوي. تعالوا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا جبت علبه من اللون النحاسي بتتباع ب45 جنيه، وكانوا فتحتها ودي شكلها. ابدا اقلب كويس قوي من فوق لتحت من فوق لتحت، لان في كتل اللون النحاسي موجود ومتركزه تحت، فلازم اقلبها كويس جدا عشان اضمن ان الالوان ممزوجه ببعض. وده اللون اللي انا هشتغل عليه. شوفوا انا هعمل حاجة بسيطة جدا. انا همسك الفرشة دي ب2 جنيه، والاماكن البارزة هعمل لها شوية تفاصيل صغيرة بيها، بحيث ان انا اديها اللون النحاسي. وخصوصا اللون ده بيليق كويس قوي لو انت عندك اوضه النوم بتاعتك لون بني محمر او على بني. اللون النحاسي بيبقى جميل قوي يمشي معاه. همشي على الاماكن البارزه، يعني كل ما تحس ان المكان عندك بارز، هو اللون دلوقتي مش واضح ان شاء الله هحاول اوريهولكوا كويس بس بعد ما اخلص. اي مكان بارز اقوم هتشيله كده خطوط بالمنظر اللي انتوا شايفينه بالظبط ده. حاجات بسيطه كده، يعني رتوش بسيطه، يعني بحيث ان الشكل يكون اللون الابيض او اللون الاوف وايت يعرف تدمجيه مع مثلا اوضه النوم بتاعك. يعني اعرف مثلا اوضه نومك ايه، المكان اللي انت هتحطيه في ايه، فبتحاولي انت ما يبقاش هو لون والاوضه بلون تاني. يعني تدخلي معاه حاجات بحيث ان هو يمشي معاه. اللون عسلي، اللي اوضه النوم العسل الغامق، الحاجات اللي هي زي دي بتبقى حلوه قوي. هي دي فكره مجرد من ضمن افكار يعني عندي، حبيت ان اقدمها لكم لعل وعسى حد يستفيد بيها. انا هفضل كل الخطوط البارزه اللي عندي، كل حاجه بارزه تحط ايدك عليها تلاقيها بارزه، تمشي عليها كده بالفرشه. تمام. وده كمان ينفع مشروع والله. يعني لو هتاخدي انت لو فنانه بقى او عندك افكار، ممكن تاخدي اللوح الورق الفوم وتعملي عليه شغل او رسومات. انا عندي كذا فكره ان شاء الله هعرضها لكم واحاول اسجلها لكم ان شاء الله. تعملي عليها كذا فكره وتبيعي اللوح، يعني تزودي عليها 5 جنيه او 10 جنيه على حسب الشغل اللي انت اشتغلتيه وعلى حسب اللون اللي انت يعني استخدمتيه، لان في الوان نحاسي، في الوان ذهبي، في فضي. شوفي الزبون مثلا هيطلب منك لون ايه عشان يلاقي عنده عند المكان اللي هيحطه، وانت تجيبي الحاجه والادوات دي وتروحي تشتغلي عليها وتعمليها. بعد ما اخلص طبعا بحاول ازود اللون، مثلا لو هو خفيف اعمل عليه تاني بحيث ان انا ابرز اللون شويه. دي الفكره الاولى اللي انا عملتها عشان تليق مثلا عندي في اوضه نوم تكون بني واعرف احطها. في فكره ان شاء الله تانية هعرضها عليكم دلوقتي. لو عندك مثلا الصالون بتاعك فيه ذهبي طبعا، فازاي نعمل حاجه حلوه باللون الذهبي تخلي المكان يعني يحس ان هو لايق مع الفوم ده، نديله طابع الكلاسيك شويه. طبعا لو انت عندك فضي كذلك الامر، تطبقي الفضي. يعني الحاجات العلب دي بنشتريها من عند الموان ب45 وفي ب60 على حسب نوع والجودة اللي انت عايزاه والمتوفر. ده مصري. اقول له هات لي لون نحاس من اللي بيتحط على الانتريهات الصالون والانتريهات اللي بندهن بيه الصالون والانتريهات. هيجيب لك ده، وتجيبي فرشة ب2 جنيه. انا دلوقتي عملت حاجة حلوة، اللي حددت البلاطة باللون النحاس برضو. عايزة الخطوة دي تعمليها براحتك، مش عايزة براحتك، بس هي انا حددت البلاطة فادت لها بروز
للشكل نفسه اللي هو ده ايه، يعني عملت له زي اطار كده. فخ الورق ده بيتباع في ده 6 ملي، بيتباع ب35 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب30 وناس بتبيعه 25. هو في 3 أنواع منه، في 8 ملي وفي منه 6 ملي وفي تقريبا 4 ملي. بس عشان تكوني عارفة ان ما تقوليش مثلا ده غالي في حتة ورخيص في حتة، بس اعرفي هو كام ملي عشان تجيبيه. التمانية ملي بيتباع تملي ب40 جنيه. لو عرفتي تجيبي 8 ملي اقل من كده تبقي انت كسبة، لان في ناس بيبيعوه ب60 و55. ف شوفي بس اللي اعرف، بصي الاول على كذا مكان واعرفي اللي انت محتاجاه بالظبط، وتعرفي يعني الاسعار بتاعتك ايه. ده طبعا بيستخدم لو انت عندك الحيطة فيها رطوبة جامدة وعايزة تخفيها بطريقة بسهولة، ومش عايزة بطريقة سريعة تقومي عاملة الحيطة بتاعتك. ده الشكل النهائي بتاعه. هو اللون احلى من كده طبعا لان مش عارفة ابينه كويس من الكاميرا. اللون النحاسي اللي هو انا هحاول ابينه لكم اهو، مش عارفة، يا رب يكون واضح. انا هحاول احطه لكم في حتة بحيث ان تشوفوا الاضاءة بتاعته اللون عامل ازاي. ده اللون بتاعه. انا عملت هنا خطوط صغيره واحد جوه زي القوس دي عشان ازود، وفي نفس الوقت ما ادت لها شكل كويس. ده الشكل التاني اللي بقول لكم عليه. انا اخترت مثلا لما احب اختار ورق من ده، مثلا احط جزء فيه شغل وجزء ساده، ده الثلاث اشكال. اخلي الساده يكون فيه الوان، اقصد الجزء اللي فيه شغل يكون الوانه موجوده في الساده، عشان لما تيجي تحطيهم تحس بالتناسق، يعني ما يحصلش تنافر، يعني ده لون وده لون، لا. يعني هنا عشان في ابيض او اوف وايت، انا عملت جبت الاوف وايت الساده خالص، ده اللي هيبقى مكان الحيطه. والمكان التلفزيون مثلا اللي هيبقى وراه المكان اللي فيه شغل الاسود والحاجات دي. انا دلوقتي عايزه اخليه يليق مثلا على صالون، او يليق عندي في مكان فيه لون ذهبي زي صالون زي حاجه من دي، واعمله كده. جبت العلبه دي برضو اللي هي الذهبي اهو ب45 جنيه، وفي منها الايطالي ب60 تقريبا. وبقلبها كويس قوي عشان اللون بيبقى جوه تمام. وهبدا اعمل الخطوط اللي فيها الشغل اللي باللون الاسود ده، امشي عليها بسيط قوي، يعني مش عايزه هي اصلا مليانه شغل، انا بس همشي عليها اديها ان هي سنه ذهبي كده، بحيث ان هي تلاقي عندك على صالون، تلاقي عندك على حاجه فيها شغل ذهبي. الفخ ده برضو انا اشتريته 70 في 70 ب35 جنيه. يليق تملي مع البني الفاتح، اي لون بني. طبعا بني اللي على احمر على الاحمر على غامق ما بيليقش معاه. اي حاجه على فيه درجات البنيات الفاتحه، الجملي، الحاجات اللي الذهبي، يليق معاه قوي. الفخ ده يبقى جميل جدا. وان شاء الله هحدد كده، انا حددت البلاطه خط واحد بس، ما حددتش البلاطه كامله عشان يعني حسيت ان هي افضل تبقى خط واحد. لو عملتها كامله كده مش هتبان المربع، يعني مش هتحس ان هو داخل في بعضه، الشغل مش داخل في بعضه. انا عملت بس خط واحد بس، ومشيت بس على الاماكن اللي هي مرسومه بالاسود بسيط بالشكل ده. يا رب تكون الفكره وصلت لكم. ان عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك وتدوس على الجرس، عشان ان شاء الله عندي افكار تانية بالورق الفوم ودهانات اوضه النوم هعملها معاكم، يا رب تعجبكم. السلام عليكم.